السلام عليكم. قصة جميلة وجديدة، قصة رعب اسمها لا تلمسها. حدث هذا عندما كنت في الثانية عشر فقط من عمري، لكن وقتها لم أكن أبدا أخشى الأشباح، بل على العكس كنت أسخر من هذه القصص التي يدعيها بعض الأشخاص عن روايتهم للأشباح والظلال أو حدوث ظواهر غريبة معهم. لكن كل هذا تغير عندما انتقلت عائلتي إلى منزل جديد بالنسبة لنا، لكنه قديم جدا من حيث تاريخ البناء والتراث. هل تعتقدون أنني خفت من هذا المنزل فقط لأنه قديم؟ لا على الإطلاق، لكن ما حدث كان كالآتي. عندما ذهبنا إلقاء نظر على المنزل قبل أن ننتقل إليه، كان معنا سمسار العقارات. أذكر أنه قال لنا وقتها عن بعض الأشياء القديمة التي تركها أصحاب المنزل الأصليين فقط: لا تلمسوا هذه الأشياء وسيكون كل شيء على ما يرام. أذكر أيضا أني سخرت منه بسبب هذه الكلمات التي لم أصدقها، ولمست تلك الأشياء، نقلتها من مكانها وسألته بسخرية إذ لم يأخذها معهم، لكنه لم يجيبني. الساعة 11 أول ليلة لنا في المنزل الجديد، كنت مستلقيا في سريري استعدادا للنوم في غرفتي ذات الأرضية الخشبية القديمة والتي تصدر صوتا مزعجا كلما مشي عليها أحدهم. غمضت عيني لأنام عندما سمعت صوت باب غرفتي يفتح، ثم سمعت صوت خطوات تقترب أكثر فأكثر من سريري. في البداية اعتقدت أن شقيقي، لكنه يحب دائما مضايقتي ومحاولة إخفائي ولا أفسد عليه متعته. نهضت بسرعة وشعلت المصباح التي بجانبي، لكن لم أجد أحدا ولا أي شيء. أنا الوحيد بالغرفة. نظرت إلى الباب الذي سمحته يفتح قبل قليل فوجدته مغلقا. كنت سأعود للنوم إلا أنني لمحت ما بدأ لي بأنه رجل يرتدي قبعة سوداء. لم أصدق ما أراه، واقنعت نفسي بأنني أتوهم لا أكثر خاصة أنني لمحت ذلك الرجل بطرف عيني ولثواني قليلة. لذلك أظلمت الغرفة مرة أخرى وعدت لا أحاول النوم، لكن بقيت مستيقظا في سريري 30 دقيقة تقريبا. كانت بالنسبة لي 30 سنة. بعدها سمعت صوت الخطوات في غرفتي مرة أخرى، وفجأة شعرت بأن شخص ما يقف على سريري، فصرخت من شدة الخوف. فجاءت أمي مسرعة، لكن كان زائر غرفتي صاحب القبعة السوداء قد اختفى. بعد هذه الليلة قررت أنام في هذه الغرفة مرة أخرى. سألت والدي إن كان قد شاهد في حياته أي ظواهر غريبة، فقال لي بالتأكيد عدة مرات أيضا، كما قال لي إنه في هذا المنزل وفي غرفة الطعام بالتحديد رأى الرجل نفسه الذي رأيته في غرفتي، كما شاهده أيضا في الشرفة وعدة أماكن مختلفة من المنازل وعدة أماكن مختلفة من المنازل. وفي نهاية حديثه عن الأشباح والظواهر الخارقة للطبيعة قال لي والدي: لا داعي للخوف منهم، فطالما أنك لا تدخل في حياتهم لن يدخلوا في حياتك. بعد أن سمعت هذه الكلمات من والدي ما عدت أهتم أبدا بما قد يفعلونه طالما لن يضروني، على الرغم من أنني رأيت صاحب القبعة مرات عديدة بعدها. حدثت بالفعل. أتمنى يا رب أكون ضيفة خفيفة على قلوبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.